أحمد من سوريا، مدير سلسلة سرايا الشام، مطاعم سرايا الشام بالمغرب. نحن عندنا 3 فروع بالمغرب. الفرع الأول بشارع بالدار البيضاء بشارع بيران زران، والفرع الثاني بشارع الزراوي. واليوم نحن إن شاء الله بيكون افتتاحنا 30/12 ب 2022 بشارع القدس بمناسبة السنة الجديدة. بنفوت عليكم بفرع جديد. كل عام وانتم بخير. نحن بنتميز بالأكلة الشرقية، باللقمة الهنية الشرقية بأيدي سورية، شيفات سوريين. بنقدم المشاوي وبنقدم الشاورما، الدجاج واللحم. بنقدم المقبلات السورية، بنقدم الحلويات كنافة بقلاوة، كل شيء. اجينا للمغرب. المغرب بلد فيه اقتصاد، فيه أمان، فيه سياحة، في تسهيلات من الحكومة، في الشعب في تسهيلات من الشعب كمان. يعني نحن بنحاول قدر المستطاع نقدم الجودة الممتازة بالسعر ممتاز للدخل الفرد المغربي. نحن اجينا للمغرب وفتحنا اول فرع وشفنا الاقبال. لو ما شفنا الاقبال من المغاربة ما كنا فتحنا فرع واثنين وثلاثة. نحن عم نفتح الفروع لنلبي رغبات المغاربة. الشعب المغربي شعب طيب. نحن سألنا الشعب المغربي أول ما أجينا للمغرب نفتح بلقمة مغربية ولا نفتح بلقمة شرقية سورية، وهو اللي حكم بالأخير إنه لازم تكون اللقمة السورية شرقية. شيء جديد بالمغرب، شيء كتير عم ينافس اللقمة المغربية. الشعب المغربي بده لقمة جديدة بنكهة جديدة، بنكهة غريبة، ولقوا النكهة اللي بتعجبهم وتجاوبوا مع الموضوع بطريقة إيجابية. ونحن اسم سرايا الشام من تراث يعني الشام من ايام زمان. في السرايا يعني اخذناه نحن، كان ايام زمان السرايا والتراث شو في اسئله كمان شو بتحب تعرف؟ هل هناك منافسه بالنسبه للاثمنه؟ نحن عندنا السعر منافس قدام المحلات الاخرى، ان كان شرقيه ولا ان كان مغربيه. والطعم نحن بنقول عنه كتير طيب، انتم بتقولوا عنه مزيان، ونحن لازم انت كشعب مغربي او اي واحد مغربي يجي يدوق ويعطينا رايه ان كان ايجابي ولا ان كان سلبي. نحن بنحب نسمع السلبي قبل الايجابي. يعني انت وقت تجي تقول لي الاكل مو طيب، بالعكس انا بصير بحسن اذا كان في غلط من اتجاهي او من اتجاه الشيف او في تقصير. ما بدي اياك تجي وتطلع من عندي مزعوج، بدي اياك تجي وتاكل تكون مبسوط ومرتاح. هل وجدتم صعوبات في البداية يعني؟ هلا احنا اول شيء الصعوبات اللي واجهتنا مو صعوبات كحكومة او كانشاء، لا. احنا صعوبتنا اول شيء اول ما فتنا على البلد، بتعرف احنا بنحكي اللهجة السورية، انتم بتحكوا اللهجة الدارجة. بقى احنا هي اللهجة لحتى انتم الشعب المغربي من كثر ما هو طيب بيحاول يشرح لك اياها للهجة المغربية او الدارجة باي طريقة تكن. بقى نحن مشان هيك هذا اول شيء واجهنا في عقبات. بعدين ان شاء الله حاولنا نحن تأقلمنا معاكم وعرفنا اللهجة تبعيتكم وصرنا نفهم عليكم. وبعدين صار ما عندنا اي شيء عقبات، لانه في تسهيلات من الحكومة، في دعم للمشاريع، في الشعب، حتى الشعب المغربي وقت انت بتروح تسأله بيحاول يجاوبك بأي طريقة تكون. يعني هل ممكن أن نرى سرايا الشام في مناطق أخرى من إن شاء الله تنتظروا مفاجآتنا، ممكن بالرباط، ممكن بمراكش، ممكن بطنجة، بس هي مفاجأة إن شاء الله. بس أكيد حيكون في هذا الشيء. لمن تريد أن تقدم تحية يعني؟ نحن بنحب نقول لكل الشعب المغربي كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة، ولسيادة الملك محمد السادس إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله الشعب المغربي كله يكون بخير وأمان وصحة. كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم. لم تتحدثوا لنا عن كرة القدم، عن المساهمة في المغرب؟ والله شوف، مشان كرة القدم الشيء اللي عملتوه شيء بيرفع الراس. يعني كل العرب فخورة بالموضوع اللي انتم عملتوه. يعني ما كنا متوقعين بصراحة، نحن كسوريين، انا كواحد من المشجعين ما كنت متوقع، بس وقت شفت اللعب وشفت هذا الشيء صار يعني انا كنت شجع غير المغرب، بس صرت لاني عربي صرت شجع المغرب، ولانه اللعب الحلو عن جد صرت شجع المغرب. يعني مو لانه انا قاعد عنكم هلا بالمغرب، لا، بس عن جد الشيء كان كثير فوق الخيال. نوجه تحيه لوليد الرقراقي، الله يعطيه الصحه يا رب. تكرم عيونكم. شكرا.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.